مسكه وفضل يلطشه بالاقلام يلطشه. يا لهوي. واكل 100 قلم على وشه. كانه حاطط علبتين رجاجو. خلاص لسه وهروح الجمباز لسه. هتروح الجمباز؟ ازيكم يا حلوين؟ اخيرا لقينا عجله سدن اهي يا جماعه، بس للاسف انني هتمشيهم. عايزه اقول لكم على خبر كده في السريع. جليله ونفيسه مشيوا. اوكي، احنا النهارده عندنا تمرين ومتاخرين، فقلت خدتوا كده معانا جوله في النادي. اول يوم خدت مفاتيح يا سامح السلسله. سامح شايل البيبي. بصوا في الضلمه. يلا بتعملوا ايه؟ ما قفلتش العجله ليه؟ حط لايك. اهي منها لنفسها اهي، شايله بطانيه البيبي. ايوه. تمرين جمباز وكوره وجيم. سيف وسدن وسامح. فاحنا المفروض دلوقتي معانا في النادي من ساعه. المفاتيح معاك صح؟ هو زي ما بتعمل البتاعه دي. لا، مفتاح العربيه معايا. بتزق دي لورا وترفع بس. خلاص اهي بتقفل. خلاص اوعى ايدك، بس. بصوا سامح شايل الكابي بيست بتاعه. يور كابي بيست. سامح مش هينفع تركب قدام جنبي بسمور، انت عارف القوانين. لا سيف مش هياخده، انت اللي هتشيله يا بابا في الطريق. وصلنا النادي يا حلوين. بصوا سامح هو اللي بيجري البيبي طبعا. هو يا حبيبي هو داخل الجيم دلوقتي. الصيف لسه داخل. هو فين سيف؟ هو فين يا سامي؟ فين سيف؟ اصلا صحابنا هم كلهم مشوا مع بعض. دلوقتي المفروض هنصور سيف لسه داخل. سيف مع حاجة صوت عالي. يلا اتفضلوا. يلا الولاد الخمسه. يلا خلاص كده يا حلوين. دلوقتي هنروح ندخل. طبعا سدن دخلت الجمباز لان تمرينها بيبتدي 7 بالظبط، فسامح راح دخلها من بوابه غير اللي احنا بننزل فيه. فدلوقتي المفروض هنروح نودي سامح الجيم، بس انا مش هنزل طبعا عشان العجله بتاعت سيمو. مش هقدر انزل بيها واطلع. هو بقى لو عايز يصور نفسه يصور نفسه. يا سامح عايز تصور نفسك في الجيم؟ بس على فكره التصوير معايا مش هقدر اطلع تاني. لا، التصوير في الجيم ممنوع اصلا. صح. خلاص كده. سيف تمرينه، سدن في تمرينها. سدن كانت نفسها تصور في الجمباز، بس برضو قالوا ممنوع التصوير داخل القاعه، فده من الممنوعات. الجيم والجمباز والسباحه. معرفش ايه الرخامه دي، بس هي رولز كده حطيناها وخلاص. فللاسف مش هقدر اصور لكم سدن في قاعه الجمباز. وانا مش هطلع اصلا لان السلم اي سلم مش هتحرك بيها عشان العجله بتاعت سيمو. اوكي يلا حطوا لايك وهنودي سامح ونرجع تاني. هاي تاني يا حلوين. خلاص سدن وسيف خرجوا من الجمباز. سدن خرجت من الجمباز وسيف خلص تمرين الكوره بعد ما صورت لكم كده بساعه ونص. ودلوقتي المفروض سامح دخل الكوره وسيف وسدن. سامح يا عيني دخل الجيم. سدن بتسمع اغاني. بصوا اهو يا ماما. اسمعي ايه يا سدن؟ كاكات اللي تعجل. كاكات من التحاجات. لا يا حبيبي انت وهو عايز من اول وجديد. وسيف واخد الامير الصغنون. اجيب لكم سامح. مين سامح؟ مش هيبان منه. بيرفع ايده. اشتري حاجة. هجيب لك حاجة. طب اطلعي لقدام عشان نستنى. مفيش اي اغاني. بصوا سيف جرر سيمون وماشي. طبعا كل الناس هتسألني البنات اللي بيشتغلوا عندك مشيوا ليه؟ هحكي لكم القصة. اهو سمسم اهو. بصوا يتشل لو اقبل عليك عسل. بقى يتمرن كده يا جماعة. بصوا كان هيخش في جون. يا عم انت اي كلام يا عم. الجون الكرة طارت من فوق دماغك. سيف وسدن نازلين الجاردن علشان عايزين يخشوا السوبر ماركت.
دي خارجه من جمبازه، بصوا شايله شنطتها على ظهرها، وده خارج من الكوره. سامح اللي بيتمرن تمرينين يعني في الليله دي، سامح جيم وكوره، وده جمباز ودي كوره. بصوا واقفين فين، بصوا ولادي، بصوا ركن اخوه. تعالى شد سمور جوه، انا اسيب ابني بره، شد اخوك جوه. خلاص ماشي شوف هتجيبوا ايه. يلا يلا. القط الصغنن نايم، بصوا منقباه، ملبساه حاجات كتير قوي عشان الجو ساقع. هي حاجه واحده بس. لا انت بتهرج من امتى يعني؟ هاتلك عصير، انت لسه خارج من التمرين. يلا بقى انجزوا. هنقعد دلوقتي، المفروض بنمشي بعد تمرين الكورة بتاع سامح، فيخلصوا يشوفوا هيشتروا ايه، وهنقعد على ترابيزة واحكي لكم القصة. في ناس كتير سألتني انتي بتختاري المساعدات اللي بتشتغل معاكي في البيت على اساس ايه يا رحاب، وازاي بتأمين نفسك منهم، وطريقة التعامل وكده. هنتكلم في الموضوع ده. واخده الموبايل بتاعي وحاطه الهاند فري في ودنها، تنك قوي. اللي انت عاملاه ده موبايلي على فكره، وهاند فري. لا شوجر لا، كفايه المصاصات اللي كلتها النهارده. يا تجيب عصير يا ما تجيبش حاجه خالص. جبتوا ايه؟ فهمتوا؟ وريني. فهمتوا ولا فهمتوا؟ طيب لسه صح، ما هي مصاصات. انت رايح الملعب؟ بصوا سيف جاي من المدرسه معاه كميه مصاصات ريحتها عامله زي الادويه. اوعى كده، لا ما تاخديش يا سادة. نوت هيلث. امسك كده الكاميرا. انت جبت بكام انت؟ جبت لي فلوس. ياخد ال 200 جنيه يجيبها لي فتافيت. مش عارفه كمان كنت بدور على الفكات. طب يلا. اقول انا ابني حبيبي. يلا عشان اروح الملعب. ما تقعد معانا بقى عشان لو سمور عيط. والعب هنا مع السادة، المراجيح حلوة. يعني كده تسيب امك واختك من غير راجل؟ ينفع يا جماعة؟ ماشي مور. بصوا الجرد مليانة مراجيح وحاجات حلوة. بصوا وهو عايز يروح يلعب كورة. ما انت لسه خارج من الكورة يا سيف، العب مع اختك، ما تسيبش سدن. ماشي، ما هو ده راجل صغنن، انا معاك، بس ما تسيبش سدن هنا لوحدها. بصوا المرجحتين الحلوين دول، روحوا اتمرجحوا عليه. يلا عشان نصور. على فكرة انت طفل، ما تبصليش كده يا جماعه. سيف مش مقتنع ان هو طفل وبيتمرجح. كل ما اقول له اركب المرجحه هيقول لي وانا صغير. اكتبوا له بقى في الكومنتات. انا عايزه انقي ترابيزه تكون هاديه وفاضيه عشان اقعد اتكلم مع فانزاتي، بعيد عن الناس، بعيد عن النوش. يلا سيمور معلش. تعالوا كده واحنا ماشيين. يلا امشوا قدامي، اطلعوا قدامي، اطلعوا قدامي. يلا احنا كده المفروض يا جماعه منتظرين تمرين سامح يعني. احنا لا، اطلع انت وسدن. يلا يا سدن انت. بس حاضنه موبايلي واخده الهاند فري والعصير. تنكى قوي البت دي. اقعد تبع الترابيزه اللي وراكوا دي. ده حاجه ساقعه. ده حاجه ساقعه؟ في صودا؟ او ماي جاد، ضحكتوا عليا. يلا يا سدن هاتي موبايلي عشان ما يتكسرش. بصي مرجحه على قدك اهي، يعني طفل يعني انت طفل يعني. مقتنع؟ مش مقتنع ان هو طفل. انا ما بحبش اقعد كده، اروح انقي حته كده. عايزه اقول لكم ان انا كل ما باجي النادي بنقي اكتر حته فاضيه ما فيهاش ناس، اكتر حته هاديه، واروح اقعد فيها. ما بحبش الحتت الاماكن اللي فيها ناس، ما اعرفش ليه. بصوا ده شكل الجاردن بقى اهي، هوريها لكم كده. هما المفروض هيلعبوا هنا. سيف ما تسيبش اختك لوحدها لو سمحت، لان لو احتاجت حاجه انا مش هعرف. لو قالت لي تويلت، هي هتلعب هنا. ثواني، لو قالت لي تويلت انا مش هعرف اروح بالسيمور بالعجله هناك، فلازم انت تبقى موجود. وبعدين انت مش لسه لاعب كوره صح؟ يظهر ان في ناس بتشبه عليا وفتحوا اليوتيوب عشان يدوروا على قناتي. بحس يا جماعه ان البواريك ما بتغيرش شكلي كتير، يعني الناس برضو بتعرفني. يعني انا بلبس البواريك دي تمويه عشان يشوفني يفضل هي ولا مش هي، هي مش هي. شكلي ما بيتغيرش كتير. انا هروح العب. ماشي، من غير ما افهم ذات اللي ما انا عارفه.
يلا روح العب مع اختك. بص جريت لوحدها. يرضيك الكيوتة دي تلعب لوحدها بقرونها دي؟ حتى قرنين كيوت خالص. يلا يا سيف هتقول لهم حطوا ايه؟ حطوا لايك. مالك مش عاجبك كده ليه؟ المهم يا جماعه، نفيسه وجليله مشيوا ليه؟ اول حاجه نفيسه وجليله اخوات، اوكي؟ هما اختين جايين مع بعض، وطبعا اكيد في اي وقت لو حد مشي هيمشوا مع بعض. السبب ان هما مشيوا، هنتكلم على السبب ده في اخر ما احكي لكم، اجاوبكم على السؤال اللي انتوا سالتوهولي، اللي هو بتختاري الشغالين ازاي او المساعدين، وازاي بتامني نفسك منهم، وازاي بتتعاملي معاهم، وايه المواصفات اللي بتختاريها. احكي لكم بقى. بصوا، اول حاجه كده هقولها لكم، انا عندي قدره ان انا اروض الجن. عارفين الجن اللي هو الناس كلها بتخاف منه؟ انا عندي قدره ان انا اروضه. فحته مواصفات واختيار وكده دي مش موجوده قوي. انا كل اللي بعمله في كذا سمسار انا بتعامل معاهم، اللي هم سماسره، مش سماسره عقارات، سماسره اللي هم بيجيبوا لي البنات الافارقه. بتصل بالسمسار وبقول له مثلا انا عايزه بنت بيبي سيتر وبنت نظافه مثالي، يعني زي اخر مره كده طلبت جليله ونفيسه. فالسمسار بيوفر لي البنات، بيتصل بيا ممكن تروح تلعب هنا. السمسار بيتصل بيا بيقول لي حضرتك البنتين جاهزين في يوم، في 2، اديني يوم 2، على حسب ما بيلاقي البنات بيتصل بيا. المهم بيجيب لي البنات، طبعا بكون مدياله، بقول له انا مش عايزاها تكون مليانه، حجمها مليان، يعني بتاعه النظافه لو جسمها مليان قوي بتتعب في شغل البيت، وخصوصا ان انا الفيلا عندي كبيره، فالشغل تقريبا عندي ما بيخلص. فلازم تكون البنت اللي بتشتغل خفيفه، ده اول شرط ان انا بطلبها. ما تكونش تخينه قوي. طبعا انا ما بقولش تخن عيب ولا حاجه، انا تخينه ذات نفسي، بس انا بقول اللي بوزنها بتبقى زايد في الشغل ما بتقدرش تقوم بالشغل، وانا عندي شغل كتير. البيبي سيتر نفس الطلب، لان بتمشي مع الولاد وبتتحرك كتير، فبيبقى من الصعب انها تتحرك، يعني لو هي مليانه بتنهج، بتعمل مجهود. فعشان كده برضو بقول له عايزه البنات ما تكونش تخينه قوي حجمها، تكون الباسبورات بتاعتهم ساريه، يعني مش منتهيه، لان لو الباسبور منتهي دي بتبقى فيها مشكله. وما تكونش كسره فيزا، لان لو كسره فيزا برضو ممكن تكون عامله مصيبه في بلدها وجايه تعيش هنا. بصوا سوسو، اوكي، لان ممكن تكون عامله مصيبه في بلدها وجايه تستخبى مثلا عندنا في مصر، تكون مثلا تالت قتله ولا ايا كان. لازم تكون مش كسره فيزا، تكون الباسبور بتاعها ساري. ايا كان بقى بيجيب لي البنات، وايا كان وضع البنات اللي بتجيني ما بيفرقش معايا بقى هما طبعهم الشراسه، طبعهم الهدوء، طبعهم ايه. لو هما طبعهم ايه انا بقول لهم على رولز يمشوا عليها في البيت، 1 2 3. انا ما بحبش حد يعلي صوته، ما بحبش البنتين يعملوا مشاكل مع بعض، ما بحبش حد يغلط في الولاد او يعلي صوته عليهم، ما بحبش حد عموما، يعني لو بتاعت النظافه في شغلها مثلا وحد من الولاد ضايقها او عمل حاجه، يعني ده مستبعد جدا، لان انا ولادي مش متعودين ان هم يضايقوا حد بيشتغل في البيت، ان هم فاهمين كويس قوي ان ده اكل عيشهم. الناس دي موجوده هنا عشان تساعدنا، وزي ما هم محتاجين الشغل عندنا احنا كمان محتاجين لهم عشان بيتنا يفضل نضيف ومتحافظ عليه. فده نادرا قوي، يعني بنبه بقول كده لو حصلت ان لو حد من ولادي ضايقك او ان شفت ان هو عمل حاجه تضايقك لازم ترجعي لي، ما ينفعش تزعقي من نفسك، ما ينفعش صوتك يعلى. البيبي سيتر عليها حاجات كتير قوي تعملها برضو. المهم هي شويه رولز كده بحطها قدام السمسار وهو لسه قاعد قدامي بالبنتين، تيكت اور ليفت، يعني وافقتي خلاص اوكي هتمسكي الشغل، ما وافقتيش عندك اي حاجه عايزه تقوليها، عندك اي حاجه عايزه تسالي فيها، فبنبتدي نتناقش اول يوم اللي هو الانترفيو بتاع الشغل. بس المشكله بقى عندي الافارقه فيهم عيب خطير جدا. الافارقه اللي هم مش السودان او بعض من السودانيين برضو اللي اشتغلوا عندي فيهم نفس العيب ده. نيجيريا، اريتريا، غامبيا، غينا، توغو، اثيوبيا،
كل الجنسيات اللي انا قلتها دي عندهم مشكلة ان هم لما بينزلوا شغل مش من النوع اللي هم بيحبوا الثبات او يمسكوا في الشغل فترة. لا يعني بعضهم، لا والله مش معايا كوين خالص يا سوسو للأسف. مش بيحبوا يمسكوا الشغل فترة طويلة، يا بيبقوا عليهم إيجار متأخر بينزلوا يشتغلوا شهر أو أسبوعين عشان ياخدوا الفلوس. يعني معظم اللي اشتغلوا عندي، أقصى واحدة قعدت عندي قعدت سنة، دي كانت من السودان، من جنوب السودان، واسمها ساندي. قعدت معايا سنة. ساندي كانت أول مرة تنزل تشتغل في مصر، وكنت لسه والدة سدن، تعتبر هي ربة سدن معايا، كانت بتشيلها وهي بيبي. ساندي كانت شغالة معايا نظافة وأطفال، مش نظافة بس. دي أقصى واحدة قعدت معايا. مشيت ساندي، رجعت بلدها. طلعت كانت بتحوش لما لقيت الدنيا في مصر مش لطيفة، وجوزها جه هنا قال لها هتشتغلي بيها هاخده منك، ومشاكل يعني ملناش فيها. لقيت الدنيا مش لطيفة فابتدت تحوش مرتبها اللي بتقبضه مني علشان ترجع بلدها السودان. هوب فجأة ساندي قبضت، نزلت أجازة ما جاتش. الو فينك؟ انا راجعه بلدي. طب ما قلتيش ليه يا بنتي قبل ما تمشي اكلم السمسار يجيب بدلك؟ ما فيش، ما بيقولوا. معظم اللي اشتغلوا عندي كده. جيت في مره بسال واحده بقول لها هو ليه الافارقه لما بيمسكوا شغل مثلا في مكان ليه مش بيبقوا عايزين يستمروا فيه، او ليه يقعدوا شهر وشهرين وبعد كده يمشوا؟ فبتقولي يا مدام يا بيبقى عليهم ايجار مكسور، يا بيبقى دخلة مدارس، يا بيبقوا هم طلبة جامعات ومثلا دخول الجامعات وعايزين يلموا مصاريف الجامعة، بمعنى ان هم بيشتغلوا فترة مؤقتة عشان يجيبوا الفلوس، المبلغ اللي هم يقضي احتياجاتهم او اللي هم محتاجينه، وبعدين يرجعوا تاني لحياتهم الطبيعية. يعني عايز ايه؟ بليز ملعب. وده مش ملعب؟ الناس واخدين الملعب كله. فقالت لي بينزلوا يشتغلوا الفترة اللي هم محتاجين فيها مبلغ يكفي احتياجاتهم، ياخدوا المبلغ ده ويقضوا احتياجاتهم، وبعد كده خلاص يعيشوا حياتهم بالفلوس اللي باقية، وبعدين لو احتاجوا ينزلوا يشتغلوا تاني. قربهولي هنا، لو احتاجوا فلوس بينزلوا يشتغلوا تاني. بمعنى يعني انا دلوقتي جيت اشتغلت عند مدام رحاب شهر، ومثلا المرتب سي مثلا 5000 او 4000 على حسب ما متفقين. جيت اشتغلت الشهر ده، وطبعا هما بيشتغلوا 26 يوم دايركت، وكل 4 ايام في الشهر، كل 26 يوم بينزلوا 4 ايام اجازه. فانا جيت دلوقتي اشتغلت عند مدام رحاب 26 يوم، وقبضت المرتب بتاعي كامل، ونازله ال4 ايام الاجازه، المفروض هرجع بعد يوم ابتدي شهر جديد. لا، بنزل وقبضت المرتب وما برجعش. ليه بقى؟ ال 5000 او ال 4000 اللي انا خدتهم منها دول ممكن يدفعوا لي ايجار، لان هما بيقعدوا في اماكن شعبيه هنا في مصر. يعني الحي العاشر ده معظمه تجمعات النيجيريين والسودانيين، واكتريتهم نيجيريين. عندنا في مكان تاني اسمه مساكن عثمان في 6 اكتوبر، ده تخشوا كأنكم دخلتوا كده بورتو السودان. فالمساكن دي بتبقى اسعار ايجارها رخيصه جدا، يعني ما بتزيدش عن 1000 جنيه 1200 جنيه، وساعات بيبقوا قاعدين شركه في شقه كذا واحده مع بعض وبيقسموا الايجار عليهم، فبالتالي ممكن تصفصف ايجارها في الشهر 250 جنيه. فال 5000 او ال 6000 اللي بتقبضهم دول بالنسبه لها مبلغ كبير، ممكن تعيش بيه كذا شهر تصرف منه. فهي بتشتغل شهر واحد وبعد كده تنزل بيتها تاني، تقعد تريح لحد ما الفلوس تخلص، وبعد كده ترجع تشتغل تاني. ده من خبرتي على مدار 10 سنين بشغل أفارقة اللي بيحصل. نفيسة وجليلة نفس الحكاية، جم اشتغلوا الفترة. هما بالمناسبة ده كان أول فيديو اللي انتوا شفتوهم فيه يطلعوا معايا فيه، هما كان بقالهم 15 يوم عندي. جم اشتغلوا الفترة بتاعتهم، المفروض ان هما ينزلوا اجازة. كل واحدة احنا كنا متفقين ان مثلا واحدة تنزل والتانية تقعد، علشان ايه؟ الشغل ما يتراكمش، تبقى واحدة دي تيجي ودي تمشي. فهم تقريبا معرفش عملوا خطة او ايه، او اتفقوا مع بعض ان هما الاتنين مصرين ينزلوا، اصل في مناسبة عندنا، اصل عندنا مناسبة وكده ولازم نبقى احنا الاتنين موجودين. طيب ماشي، انتوا نازلين بعد 13 يوم، المفروض كل 13 يوم بياخدوا يومين اجازة، لو مش هياخدوا 4 ايام اخر الشهر بعد 26 يوم. يعني بيبقى فيه 2 اوبشن،
يا اما كل 13 يوم تاخدي يومين اجازه وترجعي تكملي 13 التانيين، يا اما كل شهر تاخدي بعد 26 يوم تاخدي 4 ايام دايركت على بعض. فهم جم عند اليوم 13 وقالك عايزين ننزل في مناسبه عندنا كده ولازم نبقى متواجدين بس. والاتنين نزلوا الاجازه بتاعتهم، المفروض اليومين يعدوا، بتصل اين انتم يا قوم؟ مفيش. راجعين يا قوم؟ مفيش. ما بيردوش. طبعا فهمت المسج ان هما سابوا الشغل. ايه السبب؟ ايه طب ما قلتيش ليه يا ماما؟ انا ماشيه يا مدام، كلمي السمسار يجيب لك حد قبل ما امشي. مفيش. فهي بتبقى حركه نادله قوي، بس انا اتعودت عليها لاني مش اول مره اتعامل مع افارقه. فكل فيديو انتوا شفتوا معايا واحده، وجيتوا الفيديو اللي بعده لقيته واحده، وجيتوا الفيديو اللي بعده، ده هيفضل ده كده. انا على مدار ولاده سدن لحد ما خلفت سيمور 6 سنين ماشيه على هذا النظام. مفيش حد بيقعد ثابت. هما بيمسكوا لما بيمسكوا قرش ما بيتنططوا على الشغل شويه فيهم الحته دي. فهنفضل كده لحد ما ولادي يكبروا. محتاجش لحد بقى يكونوا اعتمدوا على نفسهم، محتاجش حد يلم وراهم في البيت وكده. كل واحد يعرف ان هو يروق اوضته ويشوف حاله. هفضل على هذا النهج. ما بشغلش مصريين. جوزي رافض فكرة الستات المصريين عندنا في البيت، هو مبدأ مرفوض عندي. ما بشغلش فلبينيين لان عندهم عادات وتقاليد انا ما اقدرش. يعني حصلت في حد انا اعرفه بيعملوا حاجات في الاطفال يعني مش صح، وهم معتقدين ان دي في بلدهم هم ممكن يعملوا كده في الاطفال، بس عندنا احنا حاجات خطر. فبدون داعي لذكرها لان حاجات يعني مش لطيفه ان انا اتكلم فيها، بس ليهم رولز كده في بلدهم بيتعاملوا مع الاطفال بطريقه احنا كمصريين ما نقبلهاش. مش هقول كل الفلبينيين لان بيبقى فيه زي ما مصر كده فيها محافظات، الفلبين برضو فيها محافظات، فممكن تكون محافظه بيتعاملوا كده. زي الارياف عندنا ليهم طريقه تعامل غير الصعايده غير القهرويه، هما كده. فما اقدرش اقول كل الفلبينيين بيتعاملوا بالطريقه دي، لا بعض منهم. فانا ما اعرفش هقع في مين، فرافضه مبدا ان انا اجيب فلبينيين. فهم اكتر ناس بتعامل معاهم الافارقه. ده بالنسبه البنات اللي بتشتغل. اي حد من اللي سالني السؤال ده عايزه تجيبي واحده تشتغل عندي، لازم تامني نفسك كويس، لازم تاخدي باسبورها الاصلي، لازم تبقي لو انت جايبه عن طريق مكتب لازم تاخدي السجل التجاري بتاع المكتب، صوره من السجل التجاري بتاع المكتب، صوره بطاقه صاحب المكتب وش وظهر تكون معاكي. لازم يبقى معاكي نسخه من باسبور البنت الاصلي. هيبقى معاكي الاصل بس يبقى معاكي صوره ليكي انت، لان هي وهي نازله اجازه هتحتاج تاخد الباسبور الاصلي لان ما ينفعش تمشي بدون اثبات هويه. فبالتالي ممكن تعمل حاجه في بيتك وتاخد الباسبور وتنزل وانت يعني تسرق حاجه وتاخد الباسبور وتمشي وانت ما تكتشفيش الحاجه اللي اتسرقت دي غير بعد ما هي مش تاخد باسبورها. فلازم يبقى عندك صوره كوبي بيست من الباسبور. ايه تاني؟ لازم تحطي رولز تمشي هي عليها، يعني تعليمات، يعني تحطي تعليمات هي تمشي عليها بحيث ما تجيش بعد كده هي تقول لها اعملي حاجه او سوي حاجه تقولك احنا ما اتفقناش على كده. لان الافارقه بالذات بيحبوا تحطي النقط على الحروف. لازم تقولي لها انت شغلتك في البيت 1 2 3. لو جيتي مثلا في وسط اليوم وقلت لها اعملي دي هتقولك لا احنا 1 2 3، انت ما قلتليش رقم 4 ده ان انا هعمله. فممكن هنا تيجي نقطه الخلاف، حصلت معايا كتير وبنات تمشي. لو جبتي بيبي سيتر لبيبي لازم عينيكي تبقى عليه 24 ساعه. مفيش حاجه اسمها اسيب لها البيبي واروح مشوار. يعني انا سيمور في السن ده ما اقدرش اسيبه لحد. في ناس في الفيديو هايبر قالوا لي ما سبتوش مع البنت في البيت ونزلتي. ده نا لوجيك بالنسبه لي، ده مش عقل. ان انا اسيب طفل عنده شهر واحد مع واحده غريبه لسه جايه عندي بقالها مجرد اسبوعين ان هي اشتغلت عندي. ما اعرفش بلدها عاداتهم وتقاليدهم ايه، ما اعرفش بيتعاملوا مع الاطفال ازاي، ما اعرفش عنهم اي حاجه. مع الطفل يعني اخرس، يعني الطفل في السن ده اخرس مش هيعرف يتكلم، يقولك دي قرصتني، دي عملتني، دي ضربتني، دي ما عملتش ما سوتش. هي ممكن تضربه ضرب من غير علامات عشان تكونوا عارفين.
فانا معرفش دي بتتعالج نفسي في بلدها ولا ايه. انا اعرف اروض العفريت، بس ما اراقبه يبقى تحت عينيا، اروضك وانت تحت عينيا، لكن ما اسيبهاش واقول ايه لا ده انا ابني في ايد امينه. لا مش في ايد امينه، وانا ما بثقش في اي واحده بتيجي تشتغل عندي عشان تكونوا عارفين، ودي يمكن اول مره اقولها. عمري ما بثق في اي واحده بتيجي تشتغل عندي. بتعامل برحمه وحب وبتعامل عشان هم بني ادمين عايشين معايا، بس عمري ما ادي ثقه لواحده بتشتغل عندي حتى لو قعدت عندي الاف السنين. ودي خدوها مني، اوعوا تثقوا في حد بيشتغل عندكم، لان الناس دي جايين من بلاد غير بلادنا، عندهم عادات وتقاليد غيرنا. 20 ناس هنا في مصر احنا ما نعرفهمش، ما نعرفش البيئه اللي اتربوا فيها، ما نعرفش حالتهم النفسيه اللي طلعوا عليها في التربيه، اسوياء مش اسوياء، عندهم عقد ما عندهم، احنا ما نعرفش حاجه. فما تديش ثقه لحد انت ما تعرفوش. انت جايباها تشتغل تساعدك، بس عينك في وسط راسك، عينك في قفاك مش في وسط راسك. فانا استحاله كنت اسيب سمور لحد انا اخرج بولادي الاربعه. الناس اللي بتقول لي بدل مرمطه مش مرمطه، انا متعتي ان انا اخرج بولادي، انا ما بتمرمطش لما بخرج بولادي. مين اللي قال ان انا بتمرمط؟ ولا انا قلت انا اتمرمطت؟ لا خالص، انا مبسوطه ان انا بخرج بولادي الاربعه، هم دول اصحابي وهم دول عزوتي وهم دول عيلتي، فببقى فخوره وانا ماشيه بولادي، حاجه تزيدني شرف مش مرمطه. واي واحده بتخرج بولادها تقول انا اتمرمطت، معلش دول ولادك. ايه اتمرمطتي دي؟ مش حاجه اسمها اتمرمطتي، حاجه اسمها انت اللي جبتيهم الدنيا بحب وموده ورحمه، يبقى تعامليهم بحب وموده ورحمه، ما تاخديش ان خروجتهم معاكي مرمطه ليكي، لا اتعبي، ما هي الامهات كلها بتتعب. خلاص انا حاليا معيش بيبي ستر وخارجه بولادي الاربعه، ولادي لازم اوديهم تمارينهم واشوف حياتهم. اهو واحد نايم وكل واحد في تمرينه وعيني عليهم متابعيهم، فهو ده دورنا. سواء في بيبي ستر بتساعد شويه معايا، مفيش بيبي ستر خلاص سامح بيشيل بيبي وانا سايقه، وبنقضي حياتنا ما بتقفش على حد. اوكي، بس ده بالنسبه للافارقه اللي انا حكيت لكم عليهم وقصتهم ايه. ولو حد عايز يجيب حد ياخد احتياطاته ازاي، ويا رب اكون افدتكم. والسوسو جت اهي، الحمد لله على السلامه. انت ربطتي جاكيت كده ليه؟ انت كده هتبردي يا سوسو. بس انا مش تعبانه. عايزه اسالك سؤال بقى، انت مبسوطه بالجمباز بجد؟ بتحسي بايه بقى وانت بتتمرني؟ بحس ان انا بعمل جيم. يعني الحركات بتاعت الجمباز حلوه؟ بس بيعمل حركات صعبة قوي. صعبة قوي يا خلاصي، بقك عايز يتاكل كده وانت بتقولي صعبة قوي. يعني بصي حد هيمسك بقك ياكله كده. كيوت كيوت كيوت. يلا روحي اتمرجحي شوية، يلا عشان سامح قرب يخرج وهنروح. بس كده يا حلوين. طبعا عندنا مدرسة بكرة، وعايزة اقول لكم ان انا النهارده شوفوا عندي تمارين وعاملة لهم محشي. عامله لهم محشي وكفته مشويه جميله، بس ما عرفتش اصور لكم عشان هما كانوا في المدرسه وانا بطبخ، وسيمور كان بصوا بيفسحني ما بين الاوضه والمطبخ يعني. كنت عايزه توك توك. يعني عارفين لو في توك توك كده من الاوضه للمطبخ، اقف اصبع صباعين كفته واروح اردع شويه وبعدين ارجع تاني. اسمعه في الجهاز يعيط مثلا، اعمل بيبي، اروح اعقم ايدي واغير واعمل، وبعدين ارجع المطبخ تاني اصبع لي صباعين محشي، وهكذا بقى. يعني بصوا كنت بتفسح النهارده، وطبعا جم اخواته غديتهم وما عرفتش اصور بقى، صعب التصوير في المطبخ وسيمور معايا لوحده. لو في حد بيبقى شايله بعرف اصور لكم اكل او حاجه، لكن ان انا اصور افتح كاميرا وانا وهو في البيت لوحدينا، لا ده ياكلني. هو انتوا ما تعرفوش حاجه. بس يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده، وقلت اخدكم كده جوله معانا اول يوم تمارين عشان تشوفوا اليوم بيبقى ماشي ازاي، روتيننا بقى النهارده كده. نفسي اصور لكم يوم من اول ما بصحى الصبح معاهم، من الساعه 5:30 الصبح، من ساعه ما بيروحوا المدرسه لحد ما بنروح بعد التمرينه بتاعت سامح. اوه ماي جاد. انتي بقى الامهات اللي بتقولي بنتمرمط ومش بنتمرمط، مش مرمطه. انا معلش، المجهود اللي احنا بنعمله مع اولادنا ده اعرفوا انكم هتلاقوه، ولو ما لقيتهوش عشان عارفه ان في ناس كبيره في السن ممكن تخش تقولي ده انا ابني عملت عشانه وسويت وفي الاخر طلع عاق وما بيسالش عليا وي. عارفه ان في نماذج كده كتير، بس حتى لو ما لقيتوش في الدنيا هتلاقيه عند ربنا. لما نخش قبرنا كده هنلاقيه مستنينا، عملناه، رساله قدناها، فاهمين؟ فاعملوا اللي عليكم.
انا اتعودت كده اعمل اللي عليا ومش منتظره مقابل. والله انا ما منتظره مقابل ولا حتى من ولادي، يعني بس اعمل اللي عليا، اعمل الصح معايا. فهمتوا؟ بس والحمد لله على كل حاجه. نستنى بقى مسامح يخرج ونقفل معاكم الفيديو كلنا وخلاص كده يا حلوين. جايه تعملي ايه؟ اشربي البتاعه دي. مش هجيبها تاني. سيف قال ده طعمه فيه صودا، احنا ما بنشربش صودا. طعمه صودا. امال طعمه ايه؟ زي السكر. انت اللي طعمك زي السكر. هتقول لهم حطوا ايه بقى؟ حط لايك. خلاص حطوا لايك. اسمعوا كلام سدن. سيمو بيصحى، سيمو بيصحى والتتينه وقعت وهيجيب جون وجون وجون وبيعيط وبيعيط. المشكله ان هو بيزنقز كده. يلا يا سدن خديه فسحيه، يلا مشيه كده شويه. سدن خدته هتفسح. عايزه اقول لكم ان الريستورانت دي بتاعت سدن. حطي له التتينه يا سدن. لقيتها لما روحت بعد يوم هايبر، لقيتها كانت محطوطه في الجنينه تحت فوق الاوضه اللي هي ورا الشوايه. دي جوزي جابها لي وغسلناها، بقى لها 6 سنين محطوطه في الاوضه دي. وغسلناها وقلت هي تقضي معاها الفتره بتاعت الشتاء دي، وعلى الصيف ان شاء الله ايه اجيب له واحده صيفي كده حلوه، ان دي على قده بالظبط. والذكرى بقى سدن مبسوطه ان هو نايم في العجله بتاعتها، وبتشوف الصور بتاعتها وهي صغنونه تقولي بصي يا مامي دي نفس العجله. ذكريات. مش مصدقه اصلا ان انا احتفظت بيها 6 سنين. هو انا كان هدفي ان انا اركنها مش هحتفظ بيها للبيبي اللي جاي، بس حظه بقى. يلا نعمل ايه. مامي سدن، مامي سدن. شفتوا مامي سدن يا جماعه؟ رابطه الجاكيت على وسطها وبتزق ابنها. هتعرفي تطلعي ولا اخده منك؟ تعرفي؟ ما تبقاش تقيله عليكي، المطلع ده صعب. صح؟ شور؟ مش تعبانه؟ يا اختي ربنا يبارك في صحتك يا ناس. بنتي فاكرين وش اجرام ابني امي بنتي. كده المفروض خلاص. بصوا الملعب فاضي ازاي. خلاص كده تمرين الكوره خلص، والمفروض سامح هيقابلني دلوقتي عند البوابه وهنروح. اهو سامح هناك. يا رب يكون سيف كمان جه. كده احنا مروحين الى المنزل. عندنا بكره مدرسه. الحمد لله يومنا خلص وخلاص كده. بصوا سمسم يعني اتمرن جيم ساعة في الجيم وساعة كورة 3 مرات في الأسبوع. يا عيني على خدودو. لا تعالى في النور. ايه ده خدودك عاملة كده. تعالى هنا كده. سوري يا سيف. شايفين؟ بصوا خدودو يا جماعة. حطوا سامح بيج لايك يا جماعة. سامح بطل. فين سيف؟ سيف ما جاش. لازم انزل اروح اجيب من الملعب كده. لازم تنزل تجيبه. هو مش عارف ان انت خلصت. شايفين يا جماعه سيف بيمرمطنا ازاي. المفروض هو عارف ميعاد اخوه بيخلص الساعه كام. المفروض دلوقتي كان يخرج، عشان كده ما كنتش عايزه اوديه الملعب. هو بيلعب في الملعب الفري مش اللي فيه التمارين. طب وبعدين؟ ايوه يا لهوي يا سامح، انت شايف وشك؟ انت عامل زي ما يكون حد نزل عليك. ايدك كمان على النور. انت عامل زي ممكن ما تقلي بيضه هنا. استنى بس. عارفين يا جماعه عامل زي ايه؟ زي ما يكون حد ماسكه وفضل يلطشه بالاقلام يلطشه. يا لهوي. واكل 100 قلم على وشه. كانه حاطط علبتين رجاجو. ايه ده؟ انت كانك مستوي يا سامح. انت كنت في الفرن ولا في الملعب؟ مش هبقى اعمل كده. عارفين لطش بالاقلام على وشه لحد ما وشه بقى زي الطماطم. انا نطيت على الارض كتير بجد؟ حاسب صغنن. نطيت على الارض كتير. طب يلا روح اتصرف. بصوا يا جماعه الملعب فاضي ازاي وسيف مختفي. معلش يا سمسم ممرمطنا سيف. نستنى هنا لحد ما سيف يجي. خلاص كده حلوين. خلص الفيديو. احنا على البوابه. بشكر كل الفانز الحلوين اللي بيقابلوني هنا في النادي. بشكركم يا جماعه، كلامكم حلو قوي. وانا
كل يشوفني يقول لي انت على الطبيعه غير الكاميرا خالص. مش عارفه ايه الفرق، بس اكيد انتوا ادرى. يا جماعة كلمه يا جماعه. أنا بشكركم. يا خلاصي، لا انتي الدنيا كلها تشكرك. انتي قمر. انتي ربنا يبارك لك يا سوس، جميله يا سوس. هاتي بص، احنا كده بنبص في اي وقت. يلا هقفل الفيديو بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. فعلوا ايه؟ حطوا لايك. تفعلوا حطوا لايك. اعملوا شير. شير كمان، اعملوا شير يا جماعه. بتوع الفيسبوك يعملوا شير. يلا هقول لكم دلوقتي دمتم بخير، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله او اللايف الجاي على حسب التساهيل، وادعوا لي كتير. ويلا باي باي. قولي باي باي يا سادة.